يلا بينا نعمل حاجة حلوة وجميلة وسهلة وكمان مش مكلفة خالص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف الفيديو معانا ايه الحاجة الحلوة الجميلة اللي هنعملها. ومش كمان مش هتاخد معانا اي وقت خالص. جبت 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة ومعايا كوباية الا ربع من السكر. وهبدأ ان انا اضرب كده البيض كويس قوي بس لحد ما لونه يفتح معايا شوية، وهبدأ ان انا اضيف معاه السكر. يبقى معايا 3 بيضات وكوباية الا ربع من السكر، وكمان هحط الفانيليا. يفضل ان هي الفانيليا الخام اللي هي البودر بتكون ريحتها اقوى شوية في الحلويات، بتكون ريحتها حلوة جدا. هنا الكوباية دي معايا نصها زيت على سمنة، تقدر ان انت تخليها سمنة كلها او زبدة كلها، وكمان تقدر ان انت تخليها زيت بس. زي ما انتم ما شايفين كده حطيت شوية، وهبدأ ان انا احط شوية كمان وهضربهم كويس قوي لحد ما لونهم ما يفتح معايا. السمنة طبعا يا جماعة لو سمنة ريحتها حلوة مش هتكون ريحتها فايحة خالص في الكيك، لان الحلويات اي حاجة بتبان فيها على طول. فزي ما انتم ما شايفين كده هبدأ ان انا اضيف الكمية التانية وهضربها كويس قوي. طبعا المضرب بتاعك يكون على اعلى سرعة، بتريحيه شوية وبترجعي تكملي تاني. كل المكونات اللي انا قلتلكوا عليها بتكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني السمنة ما تكونش ساقعة من التلاجة. هنا بقى معايا كوبايه الا ربع كده من اللبن، وهحط معاهم معلقتين كاكاو خام وهضربهم فيهم. دي بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها، حتى هتلاحظوا ان هي مكان السمنه. كوبايه كده كبيره من اللبن ده دافي، وحطيت معاهم معلقتين كبار من الكاكاو اللي مش محلى اللي هو الخام. قلبتهم ليه في الكاكاو لاني بيكلكعوا خالص لما بضيفهم مع المكونات، فهي دي حاجة سهلة وسريعة يعني. اخر حاجة ضفتها للسوائل الحاجات السايلة معايا، وهي كانت معلقة صغيرة خالص من الخل. هبدأ اخلط كمان المكونات كده يتجانسوا مع بعض، وهبدأ اضيف بقى المكونات معايا اللي هي البودر. هو المضرب كده سريع وسهل معايا خالص. قد ايه يا جماعة هنعمل كيك طبعا ديسباسيتو، بس جميلة قوي قوي وحلوة وخفيفة كمان. انا مش ضايفة سكر كتير، تقدري انت تضيفي يعني سكر اكتر، لان طبعا معايا الكريم شانتيه احط له سكر، وكمان معايا الشوكولاتة الخام فكمان هتكون مسكرة، فمش عايزاها في الاخر تكون مسكرة قوي. علشان كده حاولت ان انا احط كوباية الا ربع بس كده من السكر، وطلعت الحمد لله اللهم بارك مظبوطه جدا، السكر بتاعها كان مظبوط. هنا جبت اول كوبايه من الدقيق ونخلتها، ولازم ننخلها كويس قوي. وهجيب الكوبايه التانية وانخلها برضو كويس قوي، وهضيف ليها بقى ايه اللي هضيف ليها اللهم صل على الرسول عليه الصلاه والسلام. زي ما انتم ما شايفين كده حطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر، وكمان رشه كده صغيره من الملح. النوع البيكنج باودر ده حلو كويس قوي. وكمان هضيف كمان كوباية من الدقيق وهنخلها برضو كويس معانا، ولازم طبعا ننخلهم كويس قوي. هناخد كده معلقة كبيرة من البيكنج باودر وكمان ذرة كده من الملح، وهننخل كوباية كبيرة من الدقيق برضو، وهنقلبهم كويس قوي بالمضرب، او لو عندك مضرب سلك كده قلبي بيه كويس قوي علشان ما يكلكعش معاكي. ولكن انا استسهلت بقى وحطيت المضرب برضو وعملت بيه، قلت يعني هو كده كده اساسا انا كنت بعمل بيه، فعلى طول هعمل بيه كل المكونات. ولكن انتي تقدري ان انتي تعمليها بالمضرب العادي من اولها لاخرها لو ما عندكيش مضرب كهربا. اهم حاجة الكوباية اللي احنا بنعاير بيها المقادير نعاير بيها كل المكونات اللي معانا، يعني هي تكون كوباية واحدة. هنبدأ ان احنا كده نخلطهم مع بعض كويس، وهبدأ ان انا برضو اضربهم بالمضرب علشان كلهم يتجانسوا معايا. نبدأ ان احنا نصبها بقى كده في الصينية، وحطيت كده من تحت في الصينية دي سمنة بلدي علشان تدينا ريحة حلوة قوي في الكيك. وزي ما انتم ما شايفين كده قلت بقى اديها ضربة كده كويسة علشان ما يكونش فيها اي تكتلات وتطلع معايا مش حلوة. هبدأ ان انا اضيفها في الصينية وهدخلها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، وهتطلع معايا تحفة جدا.
هنا بقى بعد ما طلعت معايا هنبدأ ان احنا نجيب دي اللي هي العصاية بتاعت الشيش طاووق، وهنبدأ ان احنا نديها كده فتحات صغيرة. ممكن تعمليها بشوكة عادي جدا لو ما عندكيش بتاعت العصاية اللي هي بتاعت الشيش طاووق، تقدري خالص ان انت تعمليها عادي يعني بالشوكة. وهبدأ ان انا اضيف لها كوباية كده من اللبن وحاطة معاها كاكاو، ويفضل ان هي تكون دافية. لو هي الكيكة سخنة قوي استني شوية لما تبقى دافية، وابدأي ضيفي ليها كوباية من اللبن او نص كوباية من اللبن، وكمان معاها معلقة من الكاكاو، دوبيهم كده مع بعض واخلطيهم هيكون حلوين قوي. هنا كان عندي شوية صغيرين خالص من الكريم شانتيه، علشان كده انا بقول لكم هي مش مكلفة. انا جبت ب10 جنيه كريم شانتيه وقسمته على مرتين، يعني عملت بيه قبل كده حاجة تانية، ودلوقتي بعمل بيه اهو ديسباسيتو معانا زي ما انتم ما شايفين. يعني عشان كده ممكن حد يقولي ان الكريم شانتيه غالي، ازاي بتقولي ان هي مش مكلفة؟ فعلشان كده. وشايفين ما شاء الله عملت معايا الصينية كلها. اهم حاجة علشان احنا في الحر والكريم شانتيه بيسيح خالص، فانت دخلي الكريم شانتيه بالصينية في التلاجة شوية، علشان بس وانتي بتحطي الشوكولاتة ما كله ما يسيحش على بعضه، علشان طبعا الجو حر. دي شوكولاتة خام انا سيحتها في لبن، كوباية من اللبن السخن وضفت ليها الشوكولاتة. ناس كتيرة قوي سألتني انا لما بحط الشوكولاتة الخام بتكون على حمام مية بتكون مش حلوة خالص، فانا عايزاكم تجربوا الطريقة دي في الشوكولاتة الخام، سواء كانت الباكت او السايبة من عند العطار، والله هتكون حلوة جدا معاكم ان شاء الله. عايزة اقول لكم الشوكولاتة دي مش باكت ولا نوع معين ولا اي حاجة. وكمان حطيت كوباية من اللبن الدافي، هي مش دافي لا لازم تكون سخنة، كوباية من اللبن السخنة وسخن خالص، وبعدين حطيت معاها الشوكولاتة. على فكرة طلعت حلوة وجميلة جدا وما شاء الله تحفة بجد. زي ما انتم ما شايفين كده. اقول لكم الكريم شانتيه انا عملت فيه ايه. طبعا معايا لبن او مية ساقعة ولازم تكون فيها قطع تلج، وحطيت طبعا الكمية اللي معايا. بتحطي كل كوباية من اللبن بتاخد معاكي كوباية من الكريم شانتيه، بس طبعا تفضلي تضربيهم كويس قوي علشان توصلي للقوام اللي هو يكون متماسك معاكي. زي ما انتم ما شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، طرية وحلوة جدا، وشكلها في الاخر برضو حلوة وتحفة. زي ما انتم ما شايفين كده حلوة قوي يا جماعة بجد. والتزيين ده بقى من فوق بتاعك انت، ممكن تقدميها كده وممكن تزينيها باي حاجة. عندك كريز، عندك شوكولات شيبس كده الوان، عندك فورماسيل، شوية فورماسيل ممكن تحطيهم عليها، ممكن تقدميها كده حلوة قوي بجد يا جماعة. طعمها حلو، والسكر في الاخر ظبط معايا علشان انا ما ضفتش سكر كتير من الاول، فاللهم لك الحمد طلعت حلوة جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب. انا اسفة طبعا لو طولت عليكم الفيديو، بس معلش كنت بقول لكم على كل التفاصيل واحدة واحدة، علشان ناس كتيرة قوي مش بتعرف تعمل حلويات، فدي سهلة وجميلة قوي. وزي ما قلت لكم مش مكلفة. انا زي ما جبت ب10 جنيه كريم شانتيه انا جبت برضو ب10 جنيه شوكولاتة خام. وعايزه اقول لكم لسه عندي حته كمان منها من الشوكولاته الخام ما حطيتهاش كلها، وزي ما انتم ما شايفين كده حلوه جدا تحفه بجد. بس شوفوا بقى الحته دي هتقع مني بقى اضحكوا عليا اضحكوا. وقعت مني وانا بوريكم الجمال والحلاوه بتاعتها. شايفين الكيك طلع هش معايا وتحفه وجميله جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم ما قعدتش معانا والله خالص، اتاكلت كلها بالهنا والشفا. بصوا الحركه دي، اعتبروا نفسكم ان انتوا ما شفتوش اي حاجه خالص ولا اي حاجه، كلها تتاكل. كانت جميله قوي طريه، انا كنت بوريها لكم فراحت وقعت مني. اللي ما حطش لايك يحط لايك ويشجعني. حاجه بسيطه وسهله ويا رب تعجبكم. اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم.